الوصفه دي مهمه في غايه الاهميه. معلومه برضو يعني عشان عيان الليفر ديزيز بعد كده وعيان الكدني ديزيز بيحولها لماده اسمها اليوريا، او اللي انتوا بتسموها البولينه باسمها بالعربي، البولينه او اليوريا. اليوريا دي بتخرج عن طريق الكليه. عشان كده في حد عمل وظائف كليه قبل كده او حد من اهله عمل وظائف كليه، هتلاقيه بيعمل تحليلين، تحليل اليوريا وتحليل الكرياتينين. اليوريا هي الويست برودكت او تحويل الامونيا، والامونيا جايه من البروتين كاتابوليزم او البروتين ميتابوليزم. جميل. وظيفه الكبد يجيب الويست برودكت دي اللي هي الامونيا ويحولها ليوريا، واليوريا الكلى تخرجها. عشان كده مريض الكلى ما ينفعش ياكل بروتين بكميه كبيره لان هو مش بيعرف يخرج اليوريا. تمام. فبالتالي انت لو كلت بروتين كتير اليوريا هتعلى جامد في الدم. طب مريض الكبد بالمنطق ده ياكل بروتين ولا ما ياكلش؟ ليه؟ عشان مش هيعرف يخرج ايه؟ الامونيا صح، لان نتيجه البروتين ميتابوليزم هينتج ايه؟ الامونيا. عارف الامونيا انا قلت تركيبها كام؟ NH3. لو انت جيت لاي امينو اسيد كتركيب كيميائي هتلاقيه بيتكون من COOH اللي هي الكربوكسيل جروب وNH2 الامينو جروب. انا بقول امينو ليه هو امينو؟ عشان في حاجه اسمها امين جروب. وليه هو اسيد؟ عشان في كربوكسيل جروب. تمام. انا في الجسم لما بعمل ميتابوليزم للامينو اسيد بطلع NH2 دي في صوره امونيا NH3. تمام. ده الميتابوليزم بتاع الامينو اسيد في الجسم. بوظيفه الكبد ان هو يعمل ديتوكسيفيكيشن للامونيا. الامونيا دي ماده اصلا موجوده في المنظفات في المطبخ. تمام. فما ينفعش تعلى في الدم، فالكبد يروح ماسك الماده السامه دي وعاملها لماده يسهل اخراجها عن طريق الكليه اللي هي اليوريا. فبالتالي مريض الكبد ما ينفعش ياكل بروتين كتير لانه هيبقى عنده امونيا عاليه اصلا في الجسم، وما ينفعش ياكل بروتين كتير لانه هيبقى عنده يوريا كتير في الجسم.